السموم الفطرية في الدواجن ممكن تكون هي السبب الرئيسي لعدم نجاح دورة الفراخ، بالرغم من ان انت ممكن ما تشوفش العلف بعينيك معفن ولا حاجة، او ما يكونش فيه اصلا نافق كتير بسبب السموم الفطرية. لكن زي ما احنا عارفين يا جماعة ان السموم الفطرية بتنقسم حسب التركيز، يعني ممكن يكون تركيزها عالي فتسبب نافق وتشوف اعراض وحاجات زي كده، او ممكن يكون تركيزها متوسط او ضعيف فما تعملكش نافق عالي لكن تكون هي برضه السبب في عدم نجاح الدورة. ازاي ممكن تكون السموم الفطرية هي السبب في عدم نجاح الدورة؟ ده بيحصل لان السموم الفطرية يا شباب بتثبط وتقلل الجهاز المناعي، فلو المناعة نزلت الفراخ مناعتها قلت، ده معناه ان كل البكتيريا اللي انت تسمع عنها ممكن انها تصيب الفراخ. المشكلة التانية ان كمان السموم الفطرية بتقلل استجابة الفراخ للمضادات الحيويه. انت ممكن تقول لي يا دكتور مشكله البكتيريا سهله وبسيطه، هنحط شويه مضادات حيويه. ما هو علاج البكتيريا مضاد حيوي، لكن اللي انت ما تعرفوش ان برضه السموم الفطريه بتقلل استجابه الفراخ للادويه. يعني تحط الدواء اللي المفروض يجيب نتيجه ويوقف النافق ما يوقفش، فهي تكون السبب في دخول البكتيريا وهي كمان السبب في عدم الاستجابة للأدوية والمضادات الحيوية. ضيف على كده بقى أخطر وأهم مشكلة، وهي إن السموم الفطرية بتقلل استجابة الفراخ للتحصينات. يعني التحصين اللي حضرتك طبقته على الفراخ ما جابش النتيجة المطلوبة، وطبعا دي أخطر مشكلة، لأن كده الفراخ أصبحت فريسة سهلة لأي فيروس ماشي جنب شباك العنبر. وعلشان الثلاث أسباب دول أقدر أقول لك إن ممكن دورة الفراخ تفشل بسبب نسبة بسيطة من السموم الفطرية، ما هياش يعني بتعمل نافق عالي ولا حاجة، العلف مش معفن قدام عينيك ولا حاجة، ولكن لو حللت هتلاقي ان في نسبة من السموم الفطرية. طيب نطلع بايه من الحلقة دي؟ يعني عايزك تاخد بالك من نقطتين اتنين في الحلقة دي، لو خرجت بيهم هتكون هي دي رسالتي ليك في الحلقة دي. اول نقطة ان احنا ازاي نتفادى مشكلة السموم الفطرية، لان طبعا الوقاية خير من العلاج. والنقطة التانية، طب ما هي الاعراض اللي ممكن لما اشوفها على الفراخ احس ان فعلا ممكن يكون في نسبة سموم فطرية، فاخد الاجراءات الوقائية واركز بقى واشوف مصدر العلف والكلام اللي هنقوله دلوقتي. نبدأ بالنقطة التانية. الاعراض اللي ممكن تشوفها عبارة عن الكبد بيكون شاحب اللون ومائل للاصفرار، الكلية بتكون محتقنة او متضخمة وبيحصل طبعا خلل في وظائف الكلية، ممكن تلاقي انزفة على العضلات زي ما يكون فيروس الجمبورو بالظبط، وممكن تشوف اعراض عصبية في رقبة الفراخ او حالة بركان بسبب ان الكبد لا يستطيع امتصاص فيتامين د. يعني ممكن تلاقي الكتكوت عمره اسبوع 10 ايام نسبة كتيرة من الكتاكيت باركة على الارض، ده المفروض انه نقص فيتامين د. طب ايه اللي خلى فيتامين د ينقص؟ ان الكبد مش قادر يمص فيتامين د بسبب السموم الفطرية. طيب دي الاعراض اللي انت لما تشوفها تاخد بالك ان او تشك ان فعلا ممكن يكون في سموم فطرية في الفراخ. النقطة الأخيرة والأهم والأخطر واللي عايزك تاخد بالك منها قوي في الحلقة دي، إزاي تتفادى بقى السموم الفطرية. أول حاجة، مش معنى إن العلف من شركة كبيرة ومشهورة إن ما فيهوش سموم فطرية، لا. أيوة طبعا اسم الشركة مهم وكل حاجة، لكن التاريخ الإنتاج أهم. ومش معنى إن تاريخ الإنتاج أهم إن كده أنت عملت اللي عليك، لا. لازم تاخد بالك من الاسطور والمكان اللي أنت هتخزن فيه العلف. هل في رطوبة؟ هل العلف على الارض مباشره فممكن يلقط رطوبه من الارض؟ هل في شباك ممكن ينزل الندى والرطوبه على العلف؟ يبقى الشركه الام اللي بتجيب لك العلف اوكي حاجه مهمه، تاريخ الانتاج حاجه اهم، تخزين العلف اهم واهم. بعد كده ما يكونش في امراض تانية، لان لو في كوكسيديا وفي كوليستريديا بيأثر وبيزود الحساسيه وبيظهر السموم الفطريه. لو في تزاحم بتظهر السموم الفطريه. السموم الفطرية بتظهر في العنابر اللي فيها سوء تهوية ورطوبة عالية، ودايما بتبان على الأعمار الصغيرة أكتر من الأعمار الكبيرة، وغالبا بيكون البط والوز والرومي أكتر حساسية وبيصابوا بنسبة أعلى من الدجاج والسمان. وطبعا ما انساش أقول لك إن حتى لو الشكارة زي ما قلنا في اول الفيديو، الذرة لو مصاب وظاهريا انت شايف الشكارة فيها عفن او فيها رطوبة والعلف مكعبر كده في بعضه، مش معنى انك شلت شوية العلف المعفنين دول ان الشكارة كده الباقي سليم، ده بالعكس، ده ممكن يكون الشكارة واللي جنب الشكارة والنقلة كلها فيها شك. لازم تشوف هي الشكارة دي جالها السموم من الرطوبة اللي في المكان اللي عندك، ولا النقلة كلها محتاجة ان هي ترجع لصاحبها.
اوعى تكسل تبص على تاريخ الانتاج، لان اكتر من 20 يوم انت كده بتعرض نفسك لانتشار ولو نسبة بسيطة من السموم الفطرية. بيتكتب على تاريخ الانتاج تاريخ الصلاحيه 6 شهور، وبعض الشركات 3 شهور، لكن انا كطبيب وانت كعميل او متابع معايا في القناه، نصيحتي لحضرتك ما تزودش تاريخ الانتاج عن 20 يوم. وانت بتشتري العلف ما يكونش تاريخ الانتاج عدى عليه اكتر من 20 يوم، علشان تكون انت في الجانب الامن في السيف سايد، ما تحطش نفسك في الدوامه والمشاكل الكبيره اللي هي ما تكونش ظاهره. يعني ممكن يحصل مشكله تانية، بكتيريا، وممكن يحصل فيروسات، كل ده بسبب ان ايه؟ في نسبه من السموم الفطريه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.